السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. الفيديو هذا راح تكون نصائح للطلاب الجدد المقبلين عن الإقامة الجامعية. أول نصيحة لكم بعد ما يمدوا لكم مفتاح الغرفة بدلوا قفل الباب، يعني لأنه يمكن مقبلين من قبل يكون مازال عندهم الدوبل، أو ديروا بلج أي قفل آخر في الغرفة، يعني في الباب الغرفة من الداخل، أحسن لضمان كي تكونوا راقدين. ثاني حاجة، إذا ما عرفتوش تريقلوا أي حاجة في الغرفة تاعكم تقدروا تروحوا إلى عمال الصيانة. ثالث حاجة أو ثالث نصيحة، تروحوا للمخزن تاع الإقامة، ترفدوا مطرح أي مطلة وكرسي وطاولة، وتتسجل على اسمكم حتى نهاية العام، لأنه تتحاسبوا عليها في النهاية. ومن الأحسن تغطوا المطرح هذاك جيدا، يعني تكوفريوه مليح، وجيبوا مخدة وزورة أو كوات من الدار، أحسن باش تكونوا في صافي ترقدوا على حاجة نظيفة. رابع نصيحة، انكم ما تجيبوش اشياء ثمينة معاكم الى الغرفة كما بيسي او تخليو الهاتف تاعكم في الغرفة، لانه كي تروحوا صافي كي تروحوا لاشامبر تاعكم راكم ماكمش راح تلقاوهم. خامس نصيحة، ما تغسلوش قشكم وتعلقوه برا وتروحوا، لانه قادر كي توليو ما تلقاوهش. ايضا سادس حاجة، ما تسلفوش حوايجكم، لانهم اذا راحوا ما يعاودوش يوليو، خاصة اذا كانت عندكم اشياء ثمينة. 7، وخاصة هذه للبنات، لا تثقوا باحد. 8، ما تفتحوش الباب في اخر يعني في اخر الليل او المنتصف لاي سبب كان. 9، روحوا للمطعم بكري باش تاكلوا مليح وتبعدوا على العشان، خاصة راكم في ظرف تاع كورونا. ان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف ظريف عجبكم، لانه نصائح راح تكون تفيدكم بزاف، ومع الوقت راح تتعلموا بزاف حوايج. اشكركم على حسن المتابعة.